لم يستبعد مصدر مقرب من التحقيق في قضية قتل وحرق شرطي الرحمة فرضية تصفية حسابات أبطالها تجار مخدرات بمنطقة النواصر. في هذا السياق، أكد مصدر مدار 21 أن فرقة خاصة تابعة لولاية أمن الدار البيضاء بالتعاون مع فرقة من الدرك الملكي تمكنت صباح اليوم الجمعة من توقيف 10 أشخاص بالسوالم وإقليم النواصر ضاحية الدار البيضاء للاشتباه في تورطهم في قضية شرطي الرحمة. وضمن الموقوفين، أوضح مصدر الجريدة أن هناك 4 بارونات مخدرات، ما يرجح دائما فرضية تصفية حسابات بين تجار المخدرات راح ضحيتها شرطي، خاصة بعد توقيف الريفي بداية هذا الأسبوع. وحجزت فرق الشرطة والدرك كمية كبيرة من المخدرات، فيما تم اقتياد الموقوفين إلى مدينة الدار البيضاء للتحقيق معهم. وما تزال العناصر الأمنية تعكف بقيادة محمد الدخيس مدير الشرطة القضائية على استقراء مختلف الكاميرات على مداخل مدينة الدار البيضاء.